تحديد هدف ليك مهم جدا علشان تنجح في أي مجال، لو كنت رائد أعمال، لو طالب، لو كنت حتى موظف أو عامل، أو حتى كنت ست بيت. فتحديد أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ أمر مهم جدا لوصولك لأشياء ما وصلتش ليها قبل كده. ناس كتير مننا عندهم هدف لكن غامض شوية وبدون خطة واضحة وبدون خطوات قابلة للتنفيذ. ايه هو الهدف وايه أهمية تحديد الهدف أصلا، وازاي أحدد هدف ذكي لحياتي؟ هنعرف كل ده ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد ناصر وأنت بتتفرج على برنامج قطرة من كتاب. إيه هو الهدف؟ هو شيء بترسمه في خيالك كده وبتسعى للوصول ليه أو تحققه. الهدف هو نهاية علمية لبداية نظرية لتحقيق الغاية والمراد، وباللغة العامية المصرية جون. أنت جبت كام جون في حياتك؟ وده سؤال ممكن أطرحه على حضراتكم جميعا. إيه أهمية تحديد هدف لنفسك؟ ما هو لازم تعرف ايه اللي هيحصل لما تحدد هدف ليك. اولا بيساعدك على انك تكون مركز ومتحفز دايما، وده بيخلي اتجاهك واضح. لما يكون عندك هدف محدد بتقدر تاخد قرار وخطوات علشان الهدف يتحقق، وده بيعزز عندك الثقة بالنفس واحترامك لذاتك، ويخليك كمان تقدر تحدد اولوياتك، ويساعدك كمان على تنظيم وقتك. عايز ايه تاني علشان تبدأ في تحديد هدف ليك؟ وكمثال على أهمية تحديد الهدف، لو قلنا إن هدفك مربع من ضمن مجموعة من المربعات الكتيرة اللي قدامك دي، وكمان كل شوية مكان المربع اللي فيه هدفك بيتغير، أكيد هتتلخبط وساعات هتنسى، وده هيأثر على تحقيق نمو في حياتك. لكن لو قلنا إن هدفك المربع الأخضر ده وكل المربعات اللي حواليه لونها أبيض، في الحالة دي هدفك مهما يتحرك أو يتغير مكانه حضرتك هتكون سريع الوصول ليه، وبالتالي هتقدر تحقق هدفك أسرع. بعد ما عرفنا إيه هو الهدف وإيه أهمية إني أحدد هدف، دلوقتي بقى أقولك إزاي تحدد هدف ذكي. علشان تحدد هدف لازم يكون متوفر فيه الخمس معايير دول: محدد، قابل للقياس، يمكن تحقيقه، ذات صلة، محدد بوقت. تعالى كده نشرح كل معيار من دول وكمان نعمل عليه مثال. أولا محدد. كلمة محدد جاية من الحدود أو التحديد، بمعنى لو في شيء وعملنا له 4 حدود كده هيكون باين جدا وظاهر، وطالما محدد يبقى لازم تجاوب على الأسئلة دي: من وماذا وأين ومتى ولماذا. على سبيل المثال لو عايز أخس هقول أنا هخس 10 كيلو في 90 يوم عن طريق الجري كل يوم ساعة من 8 ل 9 مساء، وهاكل أكل متوازن. تاني معيار قابل للقياس، يعني تقدر تقيس انت وصلت لفين دلوقتي، علشان لو حصل اي انحراف عن هدفك تقدر تعدل من خلال القياس ده. على سبيل المثال لو فريق مبيعات عايز يزود مبيعات الشركة، هتكون الزيادة بنسبة 10% خلال ال3 شهور الجايين دول. يعني لو الشركة دخلها 100,000 جنيه في الشهر هتكون 110، وبكده أقدر أقيس أنا وصلت فين دلوقتي. ثالث معيار الهدف يمكن تحقيقه، يعني ما يكونش خيالي وما يكونش غير واقعي، يكون مناسب لقدراتك، لمهاراتك، لمواردك ووقتك. ومثال على ده، حضرتك مش هتقدر تجري في سباق مدته 10 ساعات لو ما كنتش جريت قبل كده. المعيار الرابع ذو صلة. هدف بيتماشى مع رؤيتك، بيساهم في صورة حياتك ككل. ومثال على ده لو فريق تسويق في شركة بيكون هدفه المناسب، الهدف العام بتاعه انه يزود الوعي بالعلامة التجارية عن طريق مثلا حملة على مواقع التواصل. المعيار الخامس هدفك لازم يكون محدد بوقت. اي هدف ليه نقطة بداية ونهاية بيساعد صاحبه على خلق شعور الالحاح والمسؤولية. ومثال على ده لو عايز تروح اسكندرية بكرة مثلا، مطلوب منك تجيب التذاكر النهاردة حد اقصى الساعة 8 مساء، بعد كده مش هتقدر تروح. الالحاح هيكون بمثابة منبه كده بينبهك كل شوية، حاجة كده زي تأنيب الضمير، حاجة بتقولك الوقت هيفوت، حاجة بتقولك كمسؤولية لو ما جبناش التذكرة مش هنقدر نروح. الخلاصة، أي حد فينا عايز يحقق شيء معين حتى لو كان ضخم جدا يعرف يعمل ده. لو قلنا مثلا في فيل عايزين ناكله، هناكله ازاي؟
هناكله كل يوم حتة. هنا قسمنا الهدف لخطوات صغيرة. وخلي بالك كمان وانت بتحدد هدف ليك، خد بالك من ال5 معايير اللي احنا قلناهم دول: محدد، قابل للقياس، يمكن تحقيقه، ذو صلة، محدد بوقت. كمان وانت شغال على هدفك ما تنساش تقيم كل خطوة علشان تعرف تعدل. وكمان ما تنساش تحتفل، تحتفل بأي حاجة حتى لو ما كملتش هدفك، لأن احتفالك بأي شيء بيساعدك على تحفيز وتشجيع نفسك أو الفريق اللي انت شغال معاه. وفي النهاية أحب أختم كلامي بمقولة أنا بحبها: العالم بأسره بيفسح الطريق للشخص الذي يعرف وجهته. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.